هو فلوج بس من غير بدايه، على دي لفت خفيف. معانا كابتن محمد مصطفى رمضان، اسمك ثلاثي عشان رايح بيسوق ولا حاجه. نفس. ايوه جدع كده بس. لو شفت رد عليك وسطك ورا بزياده عشان كده طلعت بصعوبه. بص على رجلك. واحد ارجع. انت نزلت؟ اه لا انت عايز بايه؟ عشان انا نزلت بس مش قوي. مش قوي صح؟ صح؟ تعالى نرجع الفيديو. هو 5 عدات؟ اه لا انا اللي بلعب بالراحه، بلعب التيمبو 5 عدات 5 ثواني او 4 وانا طالع، عشان كده اسمه اليوم الخفيف. ببقى خايف اوزان في اداء معين، بركز على اداء معين. هو ده بقى الموضوع بتاع الباور ليفتنج سهل. طب هو بس محتاج جدوله مع الظباطه دي بالخبره، انت بتعرفها بالخبره، الخبره واللي انت يبقى عندك معلومات عن الرياضه بتمشي ازاي. الاسبوع اللي جاي بقى هتيجي تلعب بنش 17 ونص، بعد كده مجموعه 3 عدات بوزن اخف بنفس الاداء بتاع الباور ليفتنج، بعد كده 5 بنفس الاداء بتاع الباور ليفتنج، والفوليوم بيبقى زي في الاول وفي الاخر. يعني كل ما تقرب كل المجاميع من ضمن الفوليوم، انت بتركز على المجاميع، كل ما نقرب على اسبوع الديلوت الوزن بيتقل صح؟ الوزن بتاع الوزن بيقعد يتقل. فمثلا هنيجي مثلا على اخر مجموعه اخر اسبوعين، احنا قبل الدروب بقى بنعمل ايه؟ بنقعد نزود في الوزن صح؟ لغايه الاسبوع اللي قبل الدروب هنقلل في الفوليوم. يعني ايه؟ يعني بتزود الوزن وبتشيل مجاميع. يعني في اول السايكل الفوليوم عالي، مجاميع كتيره اللي هي 3، في اخرها ممكن نلعب مجموعه واحده بس. والمجموعه الواحده العده واحده اسمها سنجل. يعني ممكن اقول لك ايه؟ خلاص احنا هنلعب في اخر اسبوع قبل الدروب هنلعب سنجل. يعني ايه سنجل؟ بس خلاص هي انت فهمتها. وبعد الدروب بترجع تعمل ايه؟ تكسر سنجل برضه، يعني بتلعب مجموعه واحده. وفي الدروب بتعمل ايه؟ الدروب نفسه الوزن وراه مجموعه مجاميع عادي. مش شرط مجاميع عادي، ممكن ما هو ديلود لازم نقلل، فهتلعب مجموعتين بس، والمجموعتين خفاء. ايوه انا ليه حاسس انها تقيله قوي كده؟ ممكن عشان ميت طول اليوم، انا ما اعرفش اتمرن ازاي اصلا بالحب.